إلى دار البقاء غادرنا اليوم المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء خليل الهاشمي الإدريسي عن سن 67 بعد معاناة مع المرض. عرف عن الراحل انخراطه في مجال تطوير وسائل الإعلام، اشتغل كصحفي وكرئيس تحرير وكاتب عمود قبل أن يؤسس اليومية الفرنسية Aujourd'hui le Maroc، كما أنه شغل منصب رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وترأس لجنة جائزة الصحافة، فضلا عن رصيده الأدبي بإصداره للعديد من المؤلفات. هذا وسيوارى جثمان الفقيد الثرى غدا الأحد بعد صلاة الظهر بمقبرة الشهداء بالعاصمة.